السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ دي عزومة امي واخويا. حاجة كده في منتهى الروعة زي ما انتم شايفين في اول الفيديو كده. عملنا احنا معاكم في البيت رز بسمتي، وعملنا رز بردك البسمتي الابيض البلدي، وعاملين فراخ مشوية. هوريكم بردك في الفيديو. بصوا ده الرز البلدي اهو، وجاي لكم بردك الفيديو البشاميل. عاملين البشاميل معاكم. ما تنسوش الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حبيبي يا رسول الله. ديت الفراخ المشوية متبلينها من تاني يوم، من قبلها بيوم. وجلاش بعد ما عملناه سقيناه باللبن والبيض. آه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كده من سايبينها تخمر، والفراخ سايبينها تستوي. هوريكم بردك بعد ما سوينا كل حاجة. ودي البطاية زي ما انتوا شايفين، ماما دبحها ديت متربية في البيت. البطاية ديت يعني دبحناها قلنا جنب الرومي يعني. ما تنسوش الصلاة على الحبيب قلبك يطيب، وما تنسوش اللايك لاختكم مرودي فضلا وليس امرا. وده البشاميل اللي بصوا عامل ازاي، وبصوا الجلاش، وبصوا المحشي. حاجة كده في منتهى الروعة. احنا بقى فضينا بقى الحاجة ديت لما المغرب اتدنت. احنا يعني كان بعد المغرب بشوية، عقبال ما اخويا جاب الرومي من بره. وعملنا الرز البسمتي اهو شوفوا شكله عامل ازاي، حاجة كده في منتهى الروعة. اهو بصوا بقى بعد ما سوينا الفراخ، حطينا الرغيف من تحت وحطينا الفراخ فوق، والرز البسمتي بصوا شكله عامل ازاي. كان طعمه احلى من بره بكتير. بس احنا صراحة ما رضيتش اندمج في الرومي بدل ما يبوظ مني في الوقت الزنقة اللي انتوا عارفينه. قلت له لا يا اخويا وديه بره احسن. وجايبين تمر وتلج، وعملنا طحينة زي ما انتوا شايفين اهو. عملنا طحينة ومحمرين لوز عشان الرز البسمتي. حاجة كده في منتهى الروعة. متنسوش الصلاة على الحبيب، وما تنسوش اللايك فضلا وليس امرا لاختكم مرود. هنحط بقى الرومي دلوقتي قدامكم اهو. بصوا الرومي، بصوا بقى احنا عمالين نفرش اهو. بس انا صراحه سبتهم من المطبخ وقلت اجي اصور بقى اللقطه دي. هم عمالين يغرفوا، هو في اكل كتير يعني برضك، يعني انا قلت اصور برضك الحق اصور. لو وصلتوا لغايه هنا ما تستخسروش في اختكم مرودي اللايك فضلا وليس امرا. وبص الرومي عامل ازاي، شكله تحفه وكان طعمه يجنن. والقعده كانت حلوه. مش اهم شيء الاكل، اهم شيء القعده وراحه البال. سيبك انت والله. ما تنسيش بقى تدعميني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.